بص شوف كنت ناسي ايه ناسي النضاره. خلاص يا جماعه اصبحت رافقتي في كل الفيديوهات. كده نخش دخلتنا بقى وبسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بيكم في فيديو جديد ورياكت جديد. قبل اي حاجه بشكركم شكر خاص على التفاعل على الفيديو اللي فات، بجد بحبكم. خلاص بقيتوا اهلي، صحابي، عزوتي، لمتي، كل حاجه. معانا النهارده فيديو رياكت على ابوه من اللي جابوه بجد. باذن الله هندشمل الخواطر يعني. بس قبل ما نبدا اي حاجه، اول مره تشوف معاك دوما فاروق من قناه دوما فاروق، لو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب. لو الفيديو عجبك دوس لايك، اكتب لي كومنت قول لي رايك في الفيديو. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا اللذيذ. يلا اخي العزيز، قبل ما نبدا الفيديو لا تنسى تسوي لايك اخوي، يعني نريد ان نصل هذا الفيديو ل 10,000 لايك. علا وحبيب قلبي يا ابو حسين. في ايه؟ انا تعبانه وانت عارفه، وانا كنت عند الدكتور. مالك؟ انت بتصوري ليه؟ اكيد يا نانوسه حبيبه قلبي بتصور توثق اللحظه، يعني راحت للدكتوره. وفي دلوقتي حد ما بيروح لدكاتره؟ انت غريبه قوي بصراحه يعني. او في حد معاه فلوس يروح لدكاتره دلوقتي؟ ما كله في البيت بيضرب براشيمه على الله وبتمشي. راحت للدكتور، فاهمه؟ بتصور. قلت لك انا رحت للدكتور، هي بتشوف رد فعلك، ده مش برانك ده حقيقي، هي بتشوف رد فعلك عادي جدا، فاهمه؟ انت بتعملي مع نفسك؟ لا والله العظيم. طب ما انا كنت عند الدكتور قدامي. ايوه، طب امال في ايه؟ طيب بتقول انا كنت عند الدكتور قدامك، بتقول لها انت بتعملي مقلب يا بنتي. طب انا كنت عند الدكتور هعمل مقلب، او الدكتور يعرفنا عشان اعمل معاه مقلب؟ يا بنتي انت مجنونه. هي خلاص هي نانسي وماما بقوا خلاص 24 ساعه مقالب. يعني لو في لا قدر الله مصيبه في البيت ما حدش هيصدق، لا ده مقلب يا بنتي بموت، لا بموت والمصحف لا يا هدى. هنا بقى تتاكد انه مش مقلب. حصل لك حاجه؟ لا حصل لي ده. انت بتقولي ايه؟ حامل. في ايه يا نانسي؟ ده مش اختبار مخدرات يا ماما، ده اختبار حمل عادي. ماما حامل يا نانسي، فوقي، ماما حامل كبير، امك حامل. انت ازاي مش مبسوطه؟ ده انا مبسوط. الف مبروك يا طنط، والله العظيم يا نهار ابيض. انت بتهزري يا مامي؟ لا والله مش بهزر، حامل. ده بتاع نوح يا بنتي عيب عليك، انت بتقولي ايه؟ ولا عشان الواد صغير ما بيردش يعني؟ ايه اللي ده بتاع نوح؟ بتاع نوح ازاي يعني؟ مش يعني مطرطر في الاختبار يعني؟ ما اكيد لا يعني، ما تخليناش نقول بقى كلام مجنون. ايه اللي بتاع نوح؟ عيب عليك، ده راجل قد الدنيا. نوح ايه بقى؟ ده بتاع نوح والله العظيم حامل. احلفك ان هو مش بتاع نوح. انا بصراحه لما كان نروح مش هقعد في البيت ده، يعني مش هقعد في البيت ده. يعني تخيل مثلا ماما بتوري بابا اختبار الحمل. لا هتهزريش، ده بتاع دوما. تخيل انا اقعد في البيت بعد الكلمتين دول؟ لا يا ابني انت مهدور حقك في البيت ده، عيب. وحياتك عندي حامل، حياة ربنا حامل. لا هو انت خلاص يا نانسي حلفت بربنا وبالله وبالمصحف هتعمل لي ايه طيب؟ يعني خليناش نقول كلام بقى. هتعمل لك ايه تاني يا ماما؟ خلاص وحياة كتاب الله حامل. انا بحلف لك اهو ان هي حامل، صدقي، انا بقول لك صدقي. خلاص هتعمل ايه تاني طيب؟ عملت تحليل حلقة اهو. انت هتعملي ايه يا ام نانسي؟ استهدي بالله، انا مش فاهم حاجه. خلاص هي اكتشفت انت حامل، هتعملي ايه؟ مش عارف ايه ده، في ايه؟ وحياة ربنا ما فاهمه اي حاجه من اللي في الورق، وربنا ما فاهمه اي حاجه من اللي مكتوب في الروشته اللي انت ماسكاها في ايدك. سوي اي كلام وخلاص. امسك الورق. ازاي؟ ايه؟ ازاي؟ ايه مالك؟ على فكرة بابي لو شاف منظرك ده هيزعل جدا. والله ده انا زعلت جدا يا منى. انت مش عارف هي مش مبسوطه ليه؟ ما تحب الخير لمامتك يا حبيبتي. ماما حامل يا ماما، في ايه؟ هتخويكي يعني. انا مش فاهم بصراحه انت مضايقه كده ليه؟ دي لو ضرت ماما هتفرحي اكتر من كده لما تعرفي. انا مش فاهم بصراحه. هو ايه ده؟ احنا عاوزين نعمله مفاجأة انا وانتي على فكرة، يعني ما تبقيش مش باردة كده. هو انت بتتكلمي بجد؟ ايوه ما احنا هنقعد بقى ساعتين يعني، هنعمل لك ايه؟ اجي اعمل لكم سونار طيب؟ طب اجي لكم بجهاز السونار طيب عشان تتاكدي يا نانسي ان ماما حامل؟ ما خلاص بقى يعني، فعلا ما تقرفيناش بقى. ايوه كبيره يعني، انت مش صغيره يا مامي. هو انت شايفاني انا شحطه قدامك، المفروض انا اللي اكون حامل دلوقتي. يا حبيبتي ماشي، ربنا يكرمك يا رب ويكرمك بابن الحلال وتخلفي عادي وتبقي انت حامل وماما حامل وكلنا عادي يعني. خليتينا، قصدي ان الموضوع عادي يا ماما، مفيش اي مشكله. هو عشان ماما كبرت وانت كبرتي فعيب ان ماما تحمل عادي؟ طالما ربنا مدي الصح خلاص. انت ايه مشكلتك يا نانسي بصراحه؟ نانسي بلاش صرم ده، ها؟
بلاش شرم الحموات ده، دي امك دي امك. لا انت حامل انا شح، ايه انت شحطه؟ ما تشحطي عادي وماما تحمل، ما تتجوزي يبقى احملي عادي. ردي عليها بقى، ايه تجيب واد انت تردي بواد، جيب بنت تردي ببنت، ها واحده قدام واحده بقى، لحد بقى ما نعمل عزوه بقى وتبقى كلها على التيك توك بقى، ونعمل عيله نانسي وماما نانسي واخت نانسي وكله بقى كله، ونعمل يوميات بقى، يوميات نانسي وننوسه مثلا، يوميات كده، فاهمه؟ يعني بجد انا منظري قدام الناس واقول لهم امي حامل؟ مش لازم تقولي يا جماعه هو ايه اللي منظري قدام الناس وانت تقولي لا مش لازم تقولي؟ امال الواد ده لما يجي يعني احترموه ولا ايه؟ مش فاهم، حرام عليكم يا جماعه. الواد ده قاعد بيسمع الكلام، حرام عليكم برضه، ما هو بيحس، وعشان في بطنك مش هيبقى عارف، هو حاسس وسامع. تخيل تقول ما تقوليش قدام حد ودي تقول لك انا منظري ايه قدام الناس. يا جماعه يا حامل في جردل، عيب. انا كنت فين والكلام ده؟ يعني انا كنت فين؟ ايه يعني ايه لا مؤاخذه انا كنت فين؟ يعني ايه؟ هو الحاجات دي بتحصل قدامكم عادي كده؟ يعني ايه انا انسى انا كنت فين يا ماما؟ ما اكيد مش يعني. انا كنت فين والكلام ده؟ يعني انا كنت فين؟ وما تحسسنيش كنت بجد في ان انا أوضتك. رافعه القرون يا مامي. ايه جماعه انا تهت. بتقول لها انا كنت فين؟ بتقول لها كنت في اوضتك. قلت لها لا ازاي، ما تحسسونيش ان انا كنت رافعه القرون. هو الحاجات دي ايه ده؟ عيب كده. ايه اللي رفع قرون؟ والحاجات دي بتحصل قدام بقى اللي هو انتوا عايشين ايه؟ لا ما تخلونيش اخد فكره. عيب بقى ايه ده؟ احنا قطط ولا ايه؟ كنت في اوضتك. لا ما تقوليش كده يا ماما، بجد ما تقوليش كده. ما تقوليش كده يا ماما. انتوا طول عمركم قدامي يعني، المره دي فوق ولا شو؟ ايه ده يا عم العرب؟ لا انت مش كده يا مامي. كفايه كده يا نانسي بصراحه، احنا قاعدين ساعه بنقنع فيك ان ماما حامل، هنعمل ايه تاني؟ طيب ايه نخلي البيبي يفتح لايف يعني عشان تتاكدي ان هي ماما حامل؟ ما خلاص انا بصراحه مش هقعد احرق في كل ده بقى. اللي انت بعد ايه يا اخويا؟ انت اعمى ولا ايه؟ انزل لي كده يابا. ايه انا اسف، انا اسف. كلنا عارفين قصة الحب اللي بتنشأ بقى ايه؟ ان الراجل الغني والبنت الفقيرة من نظرة عين شافته، خلاص بقى حبها. انا مش بحرق والله، بس ده متوقع يعني، هنشوف. ما تهدى كده يا شبح، مالك بيها؟ هي بنت. بيها هي بنت. دي مصيبة دي تانية، ده ما بيشوفش اصلا. ده انا كنت بقول قصة حب واتنشأت من اول نظرة، ده طلع ما بيشوفش. يعني ده بنت ايه يعني؟ انت للدرجة دي خالص كده معتمة؟ يا اخويا بنت. ما كنتش اعرف والله ان هي بنت، وحقك عليا ولا يهمك يا شبح. عايزه حاجه يا بنت؟ ايه عايزه حاجه يا بنت؟ انت للدرجه دي كده ملايشينك في المنطقه خالص؟ واحد مش شايفك والتاني بيهينك وعادي؟ ماشي انت قابله كده خلاص، انا ماليش دعوه. وعامة انا كده كنت هوقف بس يلا ولسه. يلا استفتاحك فل، اركب ولا انت اصلا خلاص خلصانه ركبت؟ انت اصلا صباح الفل، بس انت بقى ايه هتركب ولا ايه؟ انت خلاص اصلا ركبت. يا نهار اسود، ما ركب بقاله ساعه، انت مستغربه ليه؟ بقاله ساعه قاعد في التوك توك، بيتكلمي مين اصلا؟ انا شايفك واقفه بره بتكلمي حد، هو ركب، الاستاذ ركب وانت قلت له انت اصلا خلاص ركبت. هي تفاصيل فعلا ممكن تكون بسيطه ما حدش بس بتحرق دمي. يعني انت بتكلمي بره التوك توك، هو ركب التوك توك. اللي قول لي يا باشا، هي العده اللي في ايدك دي تعمل لها كام؟ الله قول لي يا باشا، هي العده اللي في ايدك دي تعمل لها كام؟ يعني تعمل لها 60,000 جنيه كده ولا حاجه. يعني تعمل لها 60,000 جنيه كده ولا حاجه؟ والله اكتر واحد يشتغل في الفيديو ده الراجل اللي بيزق التوك توك. يا لهوي، ده يحل مشكله الحاره عندنا. مشكله الحاره تتحل بالعده دي؟ انت ما تعرفش حاجه يا باشا، ما تعرفش حاجه عن الفقر. ما تعرفش حاجه يا باشا، انت ما تعرفش حاجه عن الفقر. مش فاهم ليه يا ابني العز؟ ليه يعني؟ ليه المجهود ده؟ عادي والله، كان ممكن تقفوا تتكلموا على جنب احسن من ان تزق في التوك توك. ده انتوا هترجعوا على بعض من كتر الرج اللي في التوك توك. يعني انا خايف عليكم. في طبقه تحت الفقر اللي هو واحد. طب وفين اهلك طيب؟ ابويا طفش
وامي ما صدقت وطفشت وراه وسابوا لي كنوته صغيره عندها 4 شهور. ابويا طفش وامي طفشت وراه وسابوا لي بنوته صغيره. هتفهم؟ هتطير هتعمل كده لفوق. في 5 بيزقوا، يعني ده في واحد بيصور وفي 5 بيزقوا، فما حدش كتب بقى، هم 5 بيزقوا. فاهم؟ في اخر الفيديو شكر خاص للناس اللي كانت بتزق 5. فاهم؟ لو وقعت منها والله لا كسرك كسري بقى. مالك يا حاجه؟ ده ايه بقى النزول السلوموشن ده؟ الشام وضعيتك يا حاجه، يعني ليه لا قدر؟ طب ما كنت خدتيها مره واحده، ده انت كبيره حتى عشان ما تتعبيش. لكن ايه بقى؟ فاهم؟ ده ايه ده حضرتك؟ ده ايه ده؟ في ايه يا ولا مالك؟ في ايه اللي ادلب؟ في ايه؟ مالك يا ماما؟ في ايه يا حبيبتي؟ ما تقعي مره واحده وتخلصي وتخلصين عشان انا تعبت. مالك يا ماما؟ في ايه؟ احنا المفروض على فكره احنا المفروض نبقى متعاطفين معاكي، دي بتعاملك وحش، بس انت كده تخليني اقلب عليكي. ما تقعي مره واحده وتنزلي. يلا انت بتاخدي ايه ده؟ 2:30. لا 2:30 صحوني. عشان هعيد المشهد بتاع الوقعه ده تاني لانه ما عجبنيش. تمام؟ انا هنام، تصبحوا على خير. في ايه؟ كيلو قاعد كده ده مالك؟ لك ايه ده؟ في ايه؟ لو امك دخلت عليها ولقيتها واقعه ومش عارف تعمل ايه، دمسون. وايه الميه بتسوي في الارض دي كلها؟ كنت بسايق السلم والزحمه. حد يعمل كده برضه؟ ده يلا على مهلك. قومي يلا. تعالي بقى غيري ولا شوف هتعملي ايه. يلا يا عم المخرج والنبي قصلنا الحاجات دي. احنا ما قصلنا، يعني قصلنا ان هي بتقوم خلاص. هات ان هي قامت خلاص. يعني المشاكل الصحيه دي احنا هنستفاد بيها ايه بعد اذنك؟ معلش بس للتنويه يعني، عشان بعد كده بقول لك، بعد كده قص بقى الحاجات دي. خلاص هي قامت، يعني قومي خلاص. قامت بعد وهي قايمه، فقام وقفت. الله يبارك لك يعني، عشان ما تتعبش ده قلبنا. هو ده حصل لها ايه؟ فقرات ايه؟ يعني ما حصلهاش حاجه في المخ؟ مشكله فين؟ فقرات الظهر؟ يعني ما حصلهاش حاجه في المخ؟ غريبه. ده انا شايفه العمود الفقري وهو بيتدغدغ على السلم. ازاي ما حصلهاش حاجه في المخ؟ الله. الحمد لله. اصل هي عندها 70 سنه، يعني المفروض واحده في سنها يعني تقع الوقعه دي تموت. يعني الصراحه بقى انا بكلمك في الحق بما يرضي الله. واحده في السن ده 70 سنه وتقع من على السلم بالمنظر اللي انا شفته ده، تموت. وبعدين دي مش نازله عاديه، مش اي نازله، لا دي نازله مخصوص، نازله بالتأني تك. فلا بصراحه واحده 70 سنه كده كان توفاها الله. لكن انا مش عارف ازاي بجد، فقرات ظهرها بس اللي وجعتها، يعني مش عارف. بكده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم الفيديو الجاي على خير. ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي كومنت تقول لي ايه رايك في الفيديو. نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.